قلبي بقى على قصة جديدة من قصص استجابة الدعاء، قصص الفرج ليا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله القصة عجيبة، أنا مذهولة من اللي حصل، عقلي كده مذهول لدرجة إن أنا كنت بتعجب وأبص للسماء، يا رب أنت حق، أنت صدق، أنت مجيب، أنت سميع، أنت قريب. من جمعتين أو 3 أنا كعادتي أكلم الكريم الذي إذا أعطى أدهش بعطائه، أن الفرج والسعادة والعوض والجبر يتعجب منه أهل الأرض والسماء. بس كده يا سمسم؟ لا مش بس كده. السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة والعافية. قبل ما ادخل في موضوع الفيديو بتاعي النهارده، حابه اشكر كل الناس اللي باركت لي على وصولي الحمد لله رب العالمين ل 10000 مشترك. فانا كنت فرحانه جدا جدا، وانتوا كملتوا فرحتي بمشاركتكم وبفرحتكم ليا، وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا. فيديو النهارده عباره عن ايه يا سمسم؟ في كذا كومنت جه ان في ناس بتكذب موضوع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه الابراهيميه، يعني في ناس كتبت، مش عايزه احط كومنتاتهم حتى، يعني والله ما يستاهلوش ان انا احط كومنتاتهم. في ناس بتقول ان ده كله موضوع رزق، ومفيش حاجه اسمها كده، ومفيش حاجه بتتحقق بالصلاه على النبي، وفي والعياذ بالله غلطوا في سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاء الناس دي عندي الرد على السفيه الصمت. ساعات بيكون الصمت هو اقوى رد على السفهاء مسيئين الادب. فلما حد يغلط في رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هجادله، لانه اصلا انسان ضال، عقيدته ضاله. فانا كلامي طالعه اتكلم النهارده، او طالعه اتكلم معاكم عشان اثبت قوتكم واثبت ايمانكم. بمعنى احنا اتفقنا ان احنا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما حيينا، لحد ما كل حاجه في الدنيا والاخره ان شاء الله يعني نحس بالسعاده والرضا والراحه، واحنا طالعين بنشجع بعض. كل واحد عمل كده فعلا فبيطلع يقول قصته، بيحكيها للناس من باب الامل والتفاؤل وادخال السرور على القلب. فينفعش حد يدخل عقيدته ضعيفه ضله ويدخل يقلل من عزيمه الناس. النهارده طالعه احكي لكم على قصتي انا، قصه جديده. حكيت لكم قبل كده على قصص كتير من افضال او من فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى اكرمني قد ايه. النهارده هحكي لكم على قصه جديده من قصصي، اقسم بالله ومحدش يقول انت ما تقسميش بالله، احنا مصدقينك. انا بقسم من باب الشغف ومن باب التاكيد ومن باب الحماس. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم اقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمرك، وربنا سبحانه وتعالى اقسم وقال والفجر وليال عشر. فربنا سبحانه وتعالى له المثل الاعلى بيقسم، فانا بقسم من باب يعني ان انا متحمسه يعني. فالنهارده ان شاء الله زي ما قلت لكم احكي لكم على قصه يعني والله ليها العجب حصلت معايا، يعني عن فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الناس اللي اول مره بتدخل الفيديو، اول مره بتسمع الكلام ده، خلينا نقول ان الانسان اللي يشك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. ده كلام الصادق الامين وكلام رب العالمين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي سالوا كم اجعل لك من صلاتي، سالوا اجعل لك منها الربع، اجعل لك منها النصف، اجعل لك منها الثلثين. رسولنا الكريم يقول له ان شئت وان زدت فهو خير لك. وهحط لكم نص الحديث بالظبط برضه عشان يبقى بالظبط انا بتكلم فيما معنى الحديث. وبعدين قال له اجعل لك صلاتي كلها، قال له اذا تكفى همك، وفي روايه ثانيه يكفى همك ويغفر ذنبك. لما رسولنا الكريم يوعدنا ان الهم هيكفى وذنبنا هيغفر، كونك انت تشكك في الكلام ده فيبقى انت عندك خلل في عقيدتك، خلل في ايمانك. انا انسانه مؤمنه بالله وعندي ايمان قوي، واؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبؤمن بالقبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر وبالحساب وبالبعث وبالنار. بؤمن بكل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها لنا في كتابه الكريم، وبؤمن برسولنا الكريم انه خاتم الانبياء والمرسلين. يبقى انا عندي ايمان وعقيده راسخه، انا واثقه في كلام رب العالمين ومصدقاه تمام اليقين زي ما انا بكلمكم. ربنا سبحانه وتعالى في الرزق يقول انه لحق مثل ما انكم تنطقون. خلاص زي ما انا بتكلم كده واثقه ان انا بتكلم زي ما انتم شايفيني، انا واثقه في كلام رب العالمين، انا واثقه في كلام رسولنا الكريم. فلما يجي حد يشككنا في عقيدتنا، لا، احنا ايماننا راسخ،
احنا شفنا الخير الكتير وربنا سبحانه وتعالى يعني زمن المعجزات انتهى، ولكن والله ما زلنا بنشوف ايات رب العالمين فينا وفي حياتنا فيجي حد يشكك في كلام رب العالمين وفي كلام رسولنا الكريم، اوعوا تسمعوا لحد. لازم يبقى يقينكم قوي. وانا كلمتكم في فيديو قبل كده عن اليقين، يعني ايه اليقين وازاي يبقى عندنا قوه يقين وازاي نبقى مؤمنين واحنا بندعي بالحاجه او بنطلبها من رب العالمين. اتكلمت معاكم في فيديو قبل كده، هتلاقوه في صندوق الوصف وهتلاقوه في علامه الاي فوق. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يعني ايه يعجل؟ يعني يقول دعوت فلم يستجاب لي ثم يترك الدعاء ويستحسر او يتحسر. لما ادعي ربنا وبعدين يتاخر عليا الدعاء او اجابه الدعاء او الفرج شويه، اقعد اتحسر واقول ربنا ما بيستجيبش لحد، ربنا ما بيستجيب ليش، انا مش هيحصل لي حاجه خلاص، واسيب الدعاء واقعد بقى واندب على حظي واسيب الدعاء مع انه كان اقرب للاجابه وكان جاي لك الفرج. واحنا بتحسرنا ده وتشكيكنا، ما هو الشك ينفي الاجابه. لما انت تشك مش هيحصل لك اجابه، عندك قوه يقين هيحصل لك ان شاء الله عاجلا ام اجلا. ربنا سبحانه وتعالى، وكلمتكم عن الحكم بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه في تاخير كل اجابه دعاء لينا. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي، انا عبدي ظني بي خير، انا عند حسن ظن. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب الصادق والامين، كان معروف في وسط قومه حتى قريش في عز ما كانوا بيأذوه كل حاجه، كان من بينهم بيطلع ناس يقولوا انه لا الصادق معروف الصادق الامين، هيكذبوه من باب الكبر، لكن من جواهم يقينا عارفين انه صادق امين ما بيكذبش ابدا. نيجي احنا ونكذب رسولنا الكريم ونكذب كلام رب العالمين يبقى عندنا خلل في عقيدتنا. محتاجين ان احنا نقوي ايماننا ونقوي عقيدتنا بالله، وما تسمحوش لاي حد انه يشككوا في عقيدتكم. نيجي بقى على قصة جديدة من قصص استجابة الدعاء وقصص الفرج ليا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله القصة عجيبة، ولكن قوة إيماني بالله، تصديقي لكلام والكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كل حاجة في حياتي بعملها بيقين. دايما يبقى في باب بينك وبين ربنا مفتوح. اوعى يغرك كلام حد، اوعى حد يقولك انت مقصر، اوعى حد يشوف نفسه احسن منك، اوعى حد يتغر بطاعته او يتغر باي خير بيعمله. انت سريرتك مع ربنا ايه؟ اصلح نفسك واصلح سريرتك بينك وبين ربنا، وفي خلوتك تكون يعني في مقولة دايما بتقول لا تكن بين الناس قديسا وفي خلوتك ابليس. لو انت راعيت الحتة دي وان سريرتك مع ربنا تكون حلوة، ما يهمكش نظرة الناس فيك، ما يهمكش الناس شايفاك ازاي، ما يهمكش الناس بتقول عليك ايه. انت صدقت مع رب العالمين في سريرتك وفي خلوتك وبينك وبينه، تشوف من الفرج والسعادة والعوض والجبر يتعجب منه اهل الارض والسماء. لا يغرنك مدح احد تقريبا، فالنفس تعرف في الخلوات يا مسكين. والله لما حد بيقول لي كلمه حلوه انا من جوايا بخاف وبترعب، ويا رب اجعلنا عن حسن ظن الناس دي، يا رب اغفر لي ما لا يعلمون. نفسك هتعرف وانت بينك وبين ربنا، ما حدش قاعد معاك. يعني انت مثلا يوم ما هتصوم، انت ما حدش ضربك على ايدك تصوم، دي عباده خالصه. تتقي الله، هتيجي تمد ايدك على قرش حرام فهتفتكر ربنا فهتراعيه وهتراقبه، فانت كده اصلحت سريرتك مع ربنا. محدش شايفك، تقدر تمد ايدك على حاجه حرام وتاخدها، صح؟ تقدر تسرق. لو انت جيت قاعد في مجلس وهتقدر تتكلم على فلان فتقوم ساكت ما تتكلمش عنه ابتغاء مرضات الله، عشان انت عارف مثلا جزاء الغيبه والنميمه، فتقوم ساكت، فده اتقاء مرضات الله. والله زعلت ابوك وامك لموقف ما، ووارد يعني الواحد ممكن يخطئ، بس بينك وبين نفسك ضميرك انبك فرحت بوست ايديهم وصالحتهم واجبرت بخاطرهم. محدش ضربك على ايدك، انت عملت كده عشان بتخاف رب العالمين، بتحاول تتقيه. انت بايدك تاذي حد وتكسر بخاطره، بس انت عملتش كده عشان انت مراعي رب العالمين. دي كلها سرائر في اصلاح نفسك بينك وبين ربك. ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك في سريرتك وعارف، فلو لقى في قلبك ايمان ومجاهده لنفسك هيديك وهيعطيك وهيرضيك. طولت عليكم قوي، بس انا فعلا كان لازم اوضح الكلام ده. من جمعتين او 3 انا كعادتي يوم الجمعه من بعد الفجر فضلت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فيديو انا متكلمه فيه عن الصيغه اللي انا بصلي بيها والطريقه والعدد وكل حاجه، تقدروا ترجعوا له وهتلاقوه في صندوق الوصف. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر، وفضلت طول النهار اصلي. كل ما يبقى مش ورايا حاجه او في ايدي حاجه، حاولت بعمل اكل بعمل اي حاجه اقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
وجيت اخر ساعه من يوم الجمعه، وانتوا طبعا عارفين اكيد ان اخر ساعه من يوم الجمعه في اقوال اختلفوا، في قالوا الساعه اللي ما بين الاذان والاقامه بتاعه الجمعه، وفي قالوا الساعه اللي بيطلع فيها الامام على المنبر، وفي اراء قالت ان هي اخر ساعه من يوم الجمعه. وانا كاسماء اميل ان هي اخر ساعه من يوم الجمعه، لاني انا ليا تجارب فعلا، ليا مواقف يعني او قصص مع اخر ساعه من يوم الجمعه، استجابه دعاء رهيبه. اللي حصل معايا ان انا جيت اخر ساعه من يوم الجمعه ودعيت رب العالمين بادعيه انا نفسي فيها. كان اول دعاء دعيته طبعا بعد الصلاه على النبي، فدعيت رب العالمين قلت يا رب انا نفسي اوصل الاسبوع ده، يعني في الاسبوع اللي انا دعيت فيه، يا رب نفسي اوصل ل 10,000 مشترك. وصلت ل 10,000 مشترك يا سمسم، حصل مش في نفس الاسبوع اللي انا دعيت فيه، لكن بعد اسبوعين. كلكم شايفين، تقدروا تبصوا، والحمد لله عديت ال 10,000 مشترك. قولوا اللهم بارك، قولوا ما شاء الله، وباركوا لي، انزلوا باركوا لي. بس كده يا سمسم؟ لا مش بس كده، دعيت ربنا، كنت بدعي بكل يقين، بقول يا رب انا نفسي فيديو عندي من الفيديوهات يوصل، بقولها بقى اللي هو ايه، يوصل يا رب ل100,000. والله الذي لا اله غيره ان عندي فيديو عدى 120,000 مشاهده لحد دلوقتي، اللهم بارك يا رب. دعيت ربنا برضو في نفس الجلسه، يا رب انا نفسي معدلات الظهور دي، معدلات الظهور الناس بتوع اليوتيوب هيفهموا الكلام ده، نفسي معدلات الظهور بتاعتي تعدي ال1,000,000 يا رب. والله الذي لا اله غيره، زي ما انتم شايفين معايا انا معدلات الظهور عدت ال2,5 مليون و3 مليون، اللهم بارك. كان من ضمن الادعيه اللي انا دعيتها حرفيا وحصل، لدرجه ان انا كنت بتعجب وابص للسماء، يا رب انت حق، انت صدق، انت مجيب، انت سميع، انت قريب. قعدت اشكر ربنا واقول يا رب سبحانك، يا رب سبحانك. حرفيا اللي دعيت بيه ربنا سبحانه وتعالى استجابوا لي. بقيت قاعده مذهوله، وانتوا شايفين معايا على الشاشات ارقام بالظبط، هي دي ارقامي. ساعتها ندمت ان انا ما دعيتش اكتر من كده. بكلم الكريم الذي اذا اعطى ادهش بعطائه. انا بطلب من ربنا اللي خزاينه مليانه من الخير يغرقني ويكفيني ويخليني بصوا دايبه كده في نعيم رب العالمين. بقول اسماء ليه ما دعيتيش باكتر من كده؟ ما دعيتيش مثلا ال100,000 يجولك مره واحده عشان نجيب درع اليوتيوب كده ونفرح يعني. امنية كل واحد ليه هدف في الدنيا، ليه هدف اخروي وليه هدف دنيوي. فده كان ردي على اللي بيقولوا هراء، وده كان ردي على اللي بيكذبوا، وده كان ردي على مسيئين الادب مع رب العالمين ومع رسولنا الكريم الذي لا ينطق عن الهوى. انا اديكم شفت اهو قصه جديده من قصصي، وحكيت لكم عن قصص كتير قبل كده. ببركه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان طول النهار اصلي على النبي نزلت علي الرحمات والبركات، وربنا تقبل دعائي. انا مذهوله من اللي حصل، عقلي كده مذهول، بس مش مذهول تشكيك، لا مذهول من كرم ربنا. ما هو بقى اذا اعطى ادهش بعطائه. ومغزى من القصه دي كلها بقى ارجع اقول لكم ما تكسلوش، صلوا على النبي كتير، وانشروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تملوا وما تستعجلوش الدعاء، وهيجيلكم الخير كله. انشروا الامل في الناس، ادوهم الامل، عرفوهم من ربنا كريم، رب رحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا برحمته، ما بيعاملناش بعدل، والا كنا ضعنا. ما تيأسوش وتمنوا الخير لغيركم، طول ما قلبكم نظيف ربنا هيديكم. حتى لو اتأخر الفرج، حتى لو حصل ابتلاءات، حتى لو حصل عثرات في حياتكم، كل ده هيترتب، وكل دي ابتلاءات وهتعدي. بس اهم حاجة هنا يكون نظيف، والسريرة زي ما قلت لكم مع رب العالمين تكون صحيحة وكويسة، هتشوفوا من الخير كله. فدي كانت قصتي. لو ليكم قصص مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا قولوا لي، وحسيتوا بالراحة بعد الصلاة على النبي انزلوا قولوا لي. لو شفتوا استفادة من اي فيديو من فيديوهات الصلاة على النبي انزلوا قولوا لي. لو بتحبوني انزلوا قولوا لي. بحبكم جدا جدا في الله، وربنا يخليكم لي يا رب، وتفضلوا دايما في ظهري. وبس ده كان فيديو النهارده، اسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.